احنا برنامجنا الانتخابي كمرشح رئاسي هو نفس الان. المشروع الرئيسي وهو مشروع قيام الدولة الليبية الحديثة اللي يتحدث عن جميع مناحي الحياة في ليبيا، واللي تقدمنا به في الحلم اللي أشهدوه أو في الانتخابات التي أوقفت في سنة 2021 في ديسمبر 2021. الشيء الذي ألمنا وألم الشعب الليبي وألم 2,800,000 مواطن توجهوا إلى تسجيل واستلام بطاقات الانتخابية للمشاركة في العرس الانتخابي. عموما نعم. اليوم تغيرت المعطيات ومجريات الأحداث في ليبيا. مشروعنا اللي تقدمنا به أو الرؤية التي طفنا بها ليبيا وشرحناها للجميع تتعلق بحكومة أزمة وفريق أزمة بعدد محدود من الوزارات لقيام مثل العملية الجراحية للوطن الجريح. تتكلم على 6 أو 7 مهام، على رأسها الوصول بليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع العلم أن الانتخابات ليست الحل النهائي ولكنها بداية الحل لقيام الدولة الليبية الحديثة.